قادره اوصف لكم يا جماعه على جمال الفول والطعميه. بصوا الطعميه حلوه ازاي، بصوا تحفه، ريحتها خرافه. انا نفسي اشاركها معاكم. بصوا سندوتش كده طعميه جميل. بصوا تحفه ازاي، طريه، تحفه يا جماعه، تحفه. انتوا لازم تجربوها. اهي يلا هنعمل بقى ازاي. هنعمل النهارده فلافل. الفلافل بطريقه سهله، بس قبل ما نبدا في الفلافل هعمل معاكم الفول. we're gonna start with fava beans first. معانا كيلو من الفول بتاعتنا، نص كيلو. اوكي، فاحنا معانا half a kilo of fava beans. النص كيلو دول نقعناهم في الميه من بالليل، وكل شويه بندخل نغير الميه عشان الميه دي لما بتتجمع بتخلي الواحد عنده غازات، فانت دايما لازم تغيري الميه. So the first thing we need to soak the fava beans overnight and from time to time change the water. That's the first step. دي اول كده خطوه معانا. crushed beans ده فول مدشوش. معانا 1 كوب، كوبايه منه، كوبايه فول مدشوش. ومعانا نص كيلو فول. معانا half a cup of lentils. معانا العدس ده نص كوباية. يبقى الفوالة بتاعتنا الحلوة. if you don't have this one just you can find it on Amazon. لو ما عندكوش دي هتلاقيها طبعا على امازون للناس اللي مش في مصر، فيعني دي الطريقة الوحيدة اللي هم يلاقوها. لو في مصر طبعا هتلاقوها في كل حتة. فخلينا نبدأ. the first step is we need hot water. مش عارفة انتوا شايفين كل حاجة. هنمليها لغاية النص. fill it till the half. خلاص. This is very very hot water. وهننزل عليها بالفول. اهو ملينا الفوالة. تاني حاجة هنحط معانا كوباية، مش عدس ده فول مدشوش، ده معانا crushed beans. we soak this overnight as well. معانا حطيت اهو. معانا half a cup of lentils. معانا نص كوباية عدس أصفر برضو مغسول كويس. ده اللي أنا هستخدمه. الفوالة بتاعتي جاهزة، شايفين كده كله تمام وفي مية وفي كل حاجة. الخطوة الجاية هنغطيه وهنحطه على النار لغاية ما يغلي. we're gonna put it here on the stove until it boils. once it boils you will lower the heat till like 1. هنقلل درجة الحرارة أول ما يغلي. يبقى ده احنا دلوقتي هنشغله اهو على أعلى درجة. أول ما يغلي هنوطي النار ونسيبه 6 ساعات على النار. وكل ساعة بنحط له مية. So we're gonna let it cook slowly for 6 hours and every hour you have to come and check if it needs water, add water. بالخطوة التانية معانا ان احنا عندنا الفول المدشوش وهنعمل معانا الفلافل طعمية. اهي ده منقوع من امبارح وغسلناه كويس. so this is soaked for overnight and we're having here half a kilo 500 grams. شايفين معانا نص كيلو اهو فول مدشوش. وهنبدأ معانا كده نص كيلو. ومعانا بقدونس وكزبرة متقطعين. ومعانا yes of course we're gonna make now fava beans. ومعانا بصلة. اللي عنده بصل اخضر يستخدمه، واللي ما عندوش بصل عادية. اللي عايز يحط توم كرات برضه على راحته. فدلوقتي انا مش هستخدم ولا توم ولا كرات، بس بصل وبقدونس وكزبرة وفافا بينز. معانا هنا فول مدشوش crush beans here. ومعانا parsley coriander. ومعانا هنا onion. فخلينا نبدأ بقى بالمكونات بتاعتنا. عندنا في الكبة بتاعتها هنحط فيها الحاجة. يشوفوا ايه؟ نعمل معاهم نص بصلة.
وشوية من دول. نضرب ننزل حبة حبة يا جماعة، مش مرة واحدة. بصوا ده شكله. اوكي، ممكن نحط له شوية مية واحنا بنضرب. We can add a little bit of water. Thank you. ادينا اهو عملناه وطالع تحفة. بصوا بقى القوام ده اللي احنا عايزينه. بصوا that's the texture we want. شايفين ناعم ازاي creamy؟ ده قوام الطعمية الفلافل. That's what we need. We only معانا هنا بقى نكمل. So معانا هنا we add just roasted sesame here. هنحط احنا هنحط دلوقتي على النار كمون. We're gonna a little bit of cumin. معانا dry coriander، كزبرة ناشفة. اوكي، عندنا ملح، salt، ومعانا شوية فلفل. التكة بقى اللي بتخليه يبقى ينفش كده يكبر زي بتاع المحلات، معانا بيكنج باودر. معانا هنا بيكنج باودر شوية صغننة. هناخد عشان ما كتير. نخلط كل ده. You only add these seasonings when you're frying it. بنحط بس البهارات واحنا هنقلي، مش بنحط واحنا بنخزنه في الفريزر، لا بنحطه واحنا بس هنقلي يعني جدا. شكله. واديني اهو هوطي النار عليه، وطيتها وهنغطيه. بس هسيب حته صغننه بس. شايفين الحته صغننه دي هي اللي مفتوحه. شايفين مقدار الزيت قد ايه؟ وهنقلي. اهو اخدنا طعميه وهننزل بيها اهي، طالعه زي الفل. لا حلوه كده، حلوه كده. بعد كده هاتي شويه سمسم كده على الوش، تبقى طعميه بسمسم حلوه. نكمل بقى. هات العيش ده. العيش ده ابيض كأنه شوية عامل زي العيش البلدي شوية. If you don't have the Egyptian bread you can use this one. طعمية هتجربوها يا جماعة، جاي بخار. وبعدين اهو في عيش، ادي شكل العيش. هو مش مفهوش كتير بس ممكن نعمل حط الصغننين فيه. شايفين سندوتش طعمية جميل يفتح النفس، ريحته تحفة. معانا دلوقتي نجيب الكيس. ادي الفلافل هنخزنها، هنعبي في الاكياس وندخلها الفريزر. بس بسيطة. معانا ده الطعمية اللي هنشيلها في الفريزر بالمنظر ده. بصوا الحلاوة، جميلة جدا 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 وسهلة وبسيطة. عملتها معاكم في البث المباشر اهو دلوقتي، وطالعة زي الفل وزي بتاعت نفس اللون بتاعت المحلات، يعني مش غامقة. مكترناش الخضرة بس كده. That's how it looks like. It smells awesome. تحفة تحفة يا جماعة، تحفة مش قادرة اوصف لكم.